اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة. سجود السهو سببه واحد من أمور ثلاثة: إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك. والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية، فمن ركع مرتين في ركعة واحدة ناسيا وجب عليه سجود السهو، ويكون محله بعد السلام لأنه كان عن زيادة. ومن صلى 5 في رباعية ناسيا لم تبطل صلاته، لكن عليه سجود السهو بعد السلام. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا لم تبطل صلاته، لكن عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. ومن ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع وجب عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو فهو التردد، بأن يتردد الإنسان هل صلى 3 أم 4. والحكم في ذلك أن يقال: إن كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فيها فلا عبرة بشك، وليلغي ولا يلتفت إليه. وإن كان معتدلا ليس فيه وسواس وليس فيه شكوك نظرنا هل يغلب على ظنه ترجيح شيء، فليأخذ بما غلب على ظنه وليتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال ليس عندي ترجيح قلنا ابني على اليقين وهو الأقل وتمم عليه ثم اسجد قبل السلام. مثال ذلك: رجل شك هل صلى 3 أم 4، فقلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ قال: يغلب على ظني أنها 3. نقول: ائت بالرابعة واسجد بعد السلام. إنسان آخر شك هل صلى 3 أم 4، وقلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ قال: ليس عندي غلبة ظن، الشك عندي متساوي. نقول: اجعلها 3 لأنها الأقل، ثم أتي بالرابعة واسجد سجدتين قبل السلام. نعم. جزاكم الله خيرا.